هذا السيد هذا رئيس حكومة المغربية قال لنا في بداية توليه لي الحكومة على أنه خرج من الهوليدين وما عنده والو، وقلنا لكم في إبانها المغاربة هذه مجرد بروباغندا ودعاية، لأنه الإنسان تكون عنده مصالحه وخا عاب التليفون كيمشي اليوم كيخرج خبر مؤلم جدا، ووجه الألم الأفظع فيه هو أنه ما خداش حقه في النقاش العمومي مع كامل الأسف. بعد نذكركم بهذه المادة 6 يرأس رئيس الحكومة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية. المادة 6 هذا من القانون المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة إلا إذا قضى نص تشريعي بخلاف ذلك وله أن يفوض رئاسة الاجتماعات. المادة 33 أخوتي المغاربة يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا طوال مزاولة مهامهم عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركة في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح. وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال. ها هو يخالف مخالفة صريحة. ها هو إذن هذه العملية ديال فوز الشركات ديال الأخلوش بهذه التحلية ديال الماء هي في مصادمة صريحة للمادة 33 والمادة 6. دابا أنا عندي واحد السؤال قبل ما نكمل النقاش. علاش المغاربة في الحبس؟ علاش شادن؟ أنا بغيت السلطات القضائية طرحت عليها سؤال، هاد الناس اللي في الحبس كيديروا في الحبس؟ علاش؟ بمنطق القضاء، لأن هاد الناس أوقعوا نفسهم في مصادمة مع القانون، أوقعوا نفسهم تحت طائلة القانون الجنائي. انا كقاضي كنحكم عليك ولدي، علاش ولدي علاش غتمشي للحبس؟ لانك ولدي خالفتي مقتضيات هذا القانون الفصل. ايوا هذا مناسبه صريحه. هذا الفصل 36 من الدستور اش كيقول؟ تنازع المصالح. فصل 36 هل رئيس الحكومه في مصادمه مع الفصل 36؟ ها هو في مصادمه مع الماده 3 مع الماده 33 من القانون المتعلق بتنظيم اشغال الحكومه. ها هو في مصادمه مع الماده 6 وبالاخص الماده 33. انا قريت عليكم يتعين على اعضاء الحكومه ان يتوقفوا طوال مده مزاوله مهامهم على ممارسه اي نشاط مهني او تجاري في القطاع الخاص ولا سيما مشاركه في اجهزه تسيير تدبير اداره المنشات الخاصه الهادفه الى الحصول على ربح وعلى باي صيغه باي منطق ياخذ هذه الصفقه هذه. و800 مليون يورو، 800 مليون، شحال ديال الفلوس؟ هذا رئيس حكومه وكيدير هاد الثروات. شحال ولات بعدا الثروه ديالو؟ بعدا شوفوا الثروه، شوف أخلوش ارتفعت ثروته ب6 المليار في يوم واحد. 6 المليار قال لك غير في نهار. في الوقت الذي يواجه فيه المغاربه ولاة الاسعار المتأسية وكذلك المحروقات تعبت ثروه المليار ديال عز أخلوش الا ان تضاعف وتزداد بالملايير وفقا لما كشفت عنه مجال. حنا خوتي المغاربه راه ماشي ضد واحد رجل الاعمال يكون عنده ثروه، حنا ماشي ضد المغاربه يكونوا لاباس عليهم، راه ما كنناقشوش انطلاقا من ذاك يبغي يقول لك شي واحد حقد طبقي لان الانسان لاباس عليه. الله يزيدوا، الله يزيدوا. حنا مزيان المغاربه يكونوا عندنا الاغنياء، مزيان يكونوا عندنا الناس لاباس عليهم، غير يكونوا الاغنياء بحس وطني. ما يمكنش تكون رئيس حكومه واش انت كتراس الاداره وغلقك انت كتستافد من الصفقات العموميه ولا تستافد من البيع والشراء ومن البيزنس. علاش شنو الفرق بيننا وبين فرنسا؟ هي فرنسا دابا كتتابع هذا وزير العدل. شنو الفرق بيناتنا وبين فرنسا؟ انتم المغاربه قراو. وزير العدل الفرنسي يمثل امام محكمه باريس. شنو هو التهمه؟ تنازع المصالح. علاش في فرنسا وزير العدل يتابع بتنازع المصالح؟ وتاريخيا فرنسا شحال مره كان عندها هذا المشكل كتواجه. علاش حنا في المغرب رئيس حكومه وفي نفس الوقت يفوز بشركتين في الوقت اللي عدد من المغاربه كيعانيو؟